الحمد لله خلال 14 سنة والفترة السنين اللي فاتت كلها في حاجات كتير حصلت. كنت شايفة إن عمرها ما هتحصل. الحمد لله نجاحات كتير حصلت، أماكن رحتها ما كنتش متخيلة إن أنا ممكن أروحها، أماكن وصلت لها ما كنتش متخيلة إن أنا ممكن أوصل لها، أماكن درست فيها كنت شايفة إنها صعبة وبعيدة جدا إن أنا أوصل لها. لكن أكبر نعمة وأهم نعمة الواحد بيدركها كل ما بيكبر وكل ما بيمر بمواقف صعبة هي نعمة إنك تحس وتستشعر وجود ربنا أكتر في الطريق. في أزمات كانت بتحصل ومشاكل كنت أقف قدامها، كنت دايما أقول يا رب أنا مستنية الحكمة. أنا كنت دايما مؤمنة إن كل طريق وكل خطوة أنت بتدخل لها حتى لو ما نجحتش فيها ففي حكمة هتظهر لك، هي بس محتاجة شوية وقت. بفضل ربنا كل أزمة حصلت هي كانت مفتاح لسكة جديدة وحياة جديدة بعقلنا الصغير بنبقى مش شايفينها. شفت ربنا في كل موقف صعب عديت فيه، شفت ربنا في كل لحظة كنت متخيلة إن حياة هتقف وطلعت ما وقفتش، بالعكس وطلعت بوابة والله الحاجات حلوة كتير والسكك أحلى، ويعني لحاجات أنت عمرك ما تتخيل إنها كان ممكن تحصل. مواقف كنت فاكراها شر طلعت أبواب رحمة، أبواب كنت فاكراها اتقفلت طلعت اتقفلت عشان تفتح أبواب تانية أحلى بكتير. في حكم كانت ظهرالي وفهمتها بسرعة، وفي حكم احتجت سنين عشان افهمها. الحمد لله على تدبيره، الحمد لله على توفيقه. كل موقف كنت بمر بيه كنت بس بقول يا رب، وربنا بيدبرها. الواحد بطل يخاف، بطل يفكر، بس بيقين من القلب، من جوه قلبك تبقى فعلا انت من جواك مش خايف، انت من جواك واثق ومتأكد ان ربنا بيدبرها. كل اللي هتعمله بس هتقول يا رب وهتسلم امرك لله، ولا تخاف من اي موقف ولا تخاف من اي مخلوق، ويبقى ايمانك وخوفك بس في ربنا، وتفرج على تدبير ربنا واشكر نعمته وفضله وادعيله كتير.